ازيكم وعاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن كل ما نعرفه عن ابديت 3.3 ويزرنج ويفز. غيبة طويلة صحيح، بقالنا فوق ال6 شهور 7 شهور ما بننزلش فيديوهات، وإذ كان خارج عن سيطرة المرء يعني ان هو يعمل حاجة زي كده، بالذات ان لما يكون عنده عيلة طيبة وكريمة زيكم. ولكن احتاج منكم عذرا او استميحكم عذرا يعني لامرك هذا. ملخص سريع لمن يهمه الامر اللي حصل معايا الفتره اللي فاتت والغيبه الطويله دي كان سببها ايه. اولا خطبت، وهي شخص تعرفونه تماما معرفه، وهي مس اي. نشرت الجزء الثاني من اوديسي دماء ونبيذ تحت اسم هيفينيا محاكمه الالهه، واصبحت الفجوه اكبر مما اجني مقارنه بما احتاج ان افعل لاتمكن من مواكبه متطلبات الحياه. ولهذا كان يجب علي ان اختفي قليلا واعمل في عملين، رغم ان ذلك الامر لا يؤتي ثماره، ولكنه افضل من فعل لا شيء وهو السعي. دعكم مني الآن، لقد افتقدتكم كثيرا يا رفاق. دعونا نفكك في الأشياء التي سنلقاها في خلال آخر كام أبديت جايين من ويزرنج ويفز. طبعا انتوا عارفين ان الأبديت 3.3 كان هو الأبديت بتاع الذكرى السنوية الثانية للعبة، يعني سنتين من ويزرنج ويفز بكل الأحداث بكل الشخصيات بالقصة الملحمية والشخصيات الأسطورية. كورو جيمز ما بيخلوش علينا في كمية الأسترايد اللي المفروض كانت تنزل في اللعبة، رغم انها مش اكتر ما نزلوا، ولكن كانوا يشكروا على اكتر من 150 فتحة مجرد الايفنتات، وانك تتجول في الخريطة الجديدة واستكشاف العالم، غير الهدايا بتاعت الذكرى السنوية. يعني ال 150 فتحة دول على الاقل هيضمنوا لك 2 من الشخصيات اللي المفروض كانوا نازلين في البنرات، ومعاهم سلاح من اسلحة الشخصيات. بالنسبة انك شخص فري تو بلاي بتلعبها مجرد لانك بتستمتع باللعبة مش اكتر، لا بتشحن فيها ولا اي حاجة. بس وخلينا نختزل الابديت ده في السريع عشان لسه في كلام كتير عن الابديتس اللي جاية. الشخصيات اللي كانت معانا في الفيز الاولى هما هيوكي، مورني، ويونو. حرفيا هيوكي من اقوى شخصيات الدي بي اس اللي نزلت حتى الان، رغم انها لسه مش واخده الفول بوتنشال بتاعتها، ولكن ستيل من اقوى الشخصيات فعلا اللي انا لعبت بيها. ستيل لما نشوف السب دي بي اس اللي هيكون معاها واللي هو لوسيلا لما تنزل ونجيبها، يعني ساعتها نقدر نحكم على الشخصيه بشكل كامل. واتعمل لمورني ريران ويونو كذلك. الفيز التانية واللي شغاله حاليا واللي فاضل لها حوالي تقريبا 7 أو 8 ايام على حسب وقت الفيديو ده، هما دنيا، تشيسيا، وفارلوفا. فارلوفا طبعا من اقوى السب دي بي اسز اللي موجودين حاليا، وبرضو تشيسيا كذلك. ودنيا، واللي اكتشفته مؤخرا ان دنيا من اقوى السبورتات لشخصية ايمث، ودي الشخصية اللي كانت معانا في 3.1. غير طبعا القصة اللي اتحفونا بيها الابديت ده، واللي هي كانت محاولة الروفر في ان هو يروح يستعيد ابنته بالتبني ايمث عندما ضحت بنفسها عشان تمنع حدوث كارثة السيرنوديان من تاني على لهايروي. في اخر المغامرة دي بيحصل واحد من اقوى الفايتات في العالم، انك بتكون قائد للاكستو سترايدر، او اللي هو الحامي بتاع لهايروي اللي هو في مكان السنتينل يعني، وبتحارب شكل من اشكال السيرنوديان اللي موجودة في العالم ده، واللي هو ألف 1 بس. وكان فعلا قتال ملحمي يستحق كل دقيقة أنا قضيتها في اللعبة دي. وكورو طبعا ما توقفتش عن الإبداع هنا، عملوا شوية ابديتس حسنوا الاوبتمايزيشن بتاع اللعبة، وكمان ضافوا واجهة يو اي جديدة في اللعبة، وحسنوا من اداء اللعبة بشكل كبير على اجهزة الهاتف. ده غير طبعا اسلوب اللعب الجديد اللي قدموه في اللعبة، واللي هو الموتور رايد بقى ينفع انك تقدر تطير بيه. طبعا هم جات لهم شكاوى كتير من ساعة ما كنا في ريناسيتا بنقدر نطير بالاجنحة اللي موجودة في اللعبة. الناس كرهت الاستكشاف بانك تركب اسمها ايه دي الموتوسيكل او الموتور رايد اللي موجودة في اللعبة، وكانوا حابين فكرة الطيران. فكورة قالت لك ولا تزعل نفسك يا سيدي، او حطينا لك اجنحة في الموتورايد. كده نكون اتكلمنا عن كل التفاصيل بتاعت ابديت 3.3 اللي كان واحد من افضل الابديتس، واللي استمتعت بيه شخصيا كواحد بادئ اللعبة من اول ابديت نزل فيها او من اول فيرجن نزل منها. انا ما بقولش ان اللعبة ممتازة بكل ما تعنيه الكلمة من المعنى، ولكن اللعبة على الاقل ليها مطور بيسمع، وده اهم ميزة تمتلكه
ويذرنج ويفز وكورو جيمز. الله شدوا الأحزمة عشان لسه قدامنا كلام كتير هنتكلم فيه عن الابديتس الجاية. ولو انت لسه هنا يا ريت لايك وشير وسبسكرايب ودعمنا يا رايق عشان نستمر ونكمل. والابديت الجاي من ويذرنج ويفز واللي بنستقبله خلال ايام قليلة هو ابديت الكولاب ما بين ويذرنج ويفز وسايبر بانك ايدج رانر. طبعا في ناس كتير اتفرجت على الانمي ده وعارفاه، واللي ما اتفرجش عليه هو انمي جامد وانت مفوت كتير يعني. حتى الان من المعلومات المتوفرة ان نازل 3 شخصيات معانا. اولهم ريبيكا واللي هي الكترو وسلاحها المسدس، لوسي سبيكترو وسلاحها المسدس، دول شخصيات الكلاب. وهينزل معانا لوسيلا الدعم بتاع هيوكي، هي من نوع الجلاسيو وسلاحها ريكتفاير. وعشان المطور ده مطور منصت جدا وبيحب ان هو يسمع للمجتمع بتاعه، هيدونا شخصية ريبيكا فري. مش عارف برضه هيكملوا جميلهم وهيدوك السلاح السيجنتشر بتاعها فور فري ولا لا، ولكن في خلال الايام هنشوف. برضه بيرجع مطور اللعبة ويقول لك I got you bro، انا مش هتخلى عنك، انا ما تقلقش، لانهم هيضيفوا كارنسي جديده واللي بتفتح بيها على الصناديق عشان تفتح بيها خاصه على بنرات التعاون اللي هيحصل ما بينهم وما بين ايدج رانر. والعمله الجديده والفتحات الجديده دي انت بتمتلكها من الاحداث اللي هتنزل مع التعاون نفس الابديت. من الشخصيات برضو اللي بتصدر معانا في الابديت دوت هو شخصيه كارتيسيا في ري ران جديد للشخصيه. فلو كنت بتمتلك شكونة او تشيسيا او الاتنين مع بعض هيبقوا تيم قوي جدا وبيأدي في جميع الاند جيم في اللعبة. وبرضو خدنا سنيك بيك عن نايت سيتي واللي هي هتبقى الاريا المتوفرة فترة الكولاب. ومع ان ينتهي الابديت فبتنتهي المدينة دي. من الاحداث المهمة معانا يكون حدث سويت دريمز تونينج، واللي هو واحد من الاحداث المهمة جدا واللي بيوفر لك حوالي 30 فتحة على بانر الشخصيات الجديدة اللي هي شخصيات التعاون. وبالحديث عن نايت سيتي فهيكون في ايفنت مهم، وان هو انك بتستكشف النايت سيتي وهتاخد ريوردز متحددة من اللعبة. برضو من الاحداث المهمة معانا هو النايت سيتي رومينج، انك بتستكشف النايت سيتي تستكشف قصص شخصياتها والى ما هنالك. وفي نفس الوقت هيديك برضو فتحات خاصة على بنرات الشخصيات بتاعت التعاون واسترايدز وتايتل جديد. ومن الاحداث برضو اللي هتكون متوفرة معانا الفترة اللي جاية هي حدث تعاوني كوب في اللعبة. اخر حدث تعاوني كان نزل كوب كان في 2.2 حاجة زي كده، ان هو كان سباق ما بين الشخصيات ولكن بالجري. دلوقتي هيبقى فيه سباق بالموتوسيكلات. وحدث اخر تحت اسم ماتريكس ريفورم، وهو حدث هتكون بتساعد فيه لوسي انك تحتوي التسريب اللي حصل من السومينير. تقريبا هيكون في اعداء هيحاولوا يقتحموا سولاريس من نايت سيتي، وانت هتحاول بمساعدة لوسي وقدرتها على الهاكر انك تحتويهم وترجعهم مكانهم. برضو من الحاجات المهمة في الابديت ده انهم هيضيفوا حدث جديد اسبوعي بيتجدد اسبوعيا زي الساوزن فانتاسي جيت واي، مع تحسين للواجهة بتاعة الاحداث الاسبوعية واللي هتبقى تتجدد معانا، واكيد هتوفر لنا استرويدز او جوائز تانية مختلفة. من الاحداث الاخيرة برضو اللي معانا في الابديت ده هو حدث تسجيل دخول يومي زي الاحداث بتاعت اللي بتديك فتحات على الشخصيات والى ما هنالك، اللي هيمنحنا شويه استرايد وشويه جوائز تانية مختلفه. برضو من الاحداث اللي هتقدم معانا هو نايت مير تشالنج جديد، واللي هو بتتحدى فيه ادم سماشر، اللي هيدينا استرايدز وايكو جديد. كده نكون خلصنا كل المعلومات اللي استفدناها من البث او البودكاست اللي هم عملوه عشان يورونا نظرة على الابديت اللي جاي. دلوقتي نخوض في امر التسريبات عن اللعبة في خلال الكام ابديت الجاي من 3.5 ل 3.8 و 3.6. اول حاجة واهم حاجة فيها هي تاخدنا المنطقة جديدة واللي هي نيو فيدريشن. طبعا من احداث القصة اللي فاتت عرفنا ان نيو فيدريشن هي واحدة من اسوأ المدن واللي هي معقل لاسوأ المجرمين في سولاريس. المدينة دي بتقع تحت سيطرة الفراكسيدس. بيكمل الروفر رحلته في ان هو يروح يدور على الجراند اركيتكت واللي هو المؤسس للفراكسيدس. هيظهروا دلوقتي قدامكم على الشاشة هو بعض الأماكن اللي هي من نيو فيدريشن. ظاهر من المدينة دي إنها مليانة بالأماكن الخاوية والمهدمة، فطبيعي إنها تبقى معقل للمجرمين. جدير بالذكر هنا إن من الشخصيات اللي ظهرت فعلا نيو فيدريشن قبل كده واتكلموا عنها كان لوك هارسون، واللي هو كان الجاسوس الخاص بالروفر. هو حاليا الطبيب بتاع الانفرنري في لهايروي. وبرضو شخصية زي لينيو اللي هي كانت برضو
حد من المرتزقة اللي عايشين في مدينة نيو فيدريشن، ولكن هربوا منها وجم على الهايروي. ومن التسريبات الأولية للشخصيات اللي ممكن هتكون تظهر معانا في الأبديت بتاع ذا نيو فيدريشن هي شخصية جنجران. طبعا مش معروف دوره ايه في الاحداث بتاعت القصة ولا اي حاجة، ولا حتى عنصره ولا سلاحه، وهل هيكون بلايبل او لا. وبرضه من المدن الجديدة اللي اتذكر انها هتظهر معانا في الابديتس الجاية هي منطقة شوان فانج، وهي المنطقة اللي مدينتها الرئيسية هي مينجو، حائط الصد عن جينجو اللي كانت بتحميهم من سيلان التاسد ديسكورد الفترات اللي فاتت. تم ذكرها كتير في احداث القصة في فيرجن 1.0. ودول بعض الصور من منطقة شوان فانج، واللي هي هتكون الجسر الرابط ما بين مدينة جينجو ومدينة مينجو، واللي هيكون ليها علاقة بلور القصة الرئيسي وتقسيم السنتينل لحماية الأراضي بتاعت سولاريس من قبل الروفر. فأكيد هناخد سنيك بيك أو بعض المعلومات عن ماضي الروفر من هناك. ومن الشخصيات اللي هتكون بلايبل وقابلة للسحب هي شخصية يانج اس بي. هتكون نفس شخصية يانج اللي تعرفنا عليها في فيرجن 1.0 من الشخصيات الفور ستار الأساسية اللي تعرفنا عليهم في القصة، اللي انقطعت المعلومات عنها بعد ما حاربنا الدريمليس. بنكتشف انهم بيرجعوا الشخصية دي ولكن كشخصية 5 نجوم من عنصر الهافوك ومستخدمة للسيف. واكيد القصة برضو هتوضح ايه سبب التغير اللي حصل لها وتغير عنصرها والى ما هنالك. خاصة اكيد هيربطوه بموضوع الدريمليس، خاصة انها كانت من الناس اللي كانت في مواجهة الدريمليس وفي مواجهة السيرنوديان وقت الهجوم على جينجو اللي كانت سببته فارولوفا. وبرضو من الشخصيات التانية اللي هتكون ظاهرة معانا واللي هي برضو 5 ستار هي شخصية سوي وهي اخت يانج. والتسريبات الاولى بتقول انها من عنصر الجليسيو مستخدمة للريكتيفاير. وبرضو من الشخصيات اللي هتظهر معانا هتكون سو مينج، واللي هي برضو شخصية هتبقى في شوان فانج. طبعا كل المعلومات المتوفرة دي قليلة جدا، محدش يعرف عنها حاجة ومحدش يقدر يوصل لمزيد من المعلومات في الفترة الحالية. فأكيد لما تصدر تسريبات تانية هنتكلم عنها أكيد. وبرضه ممكن أي من الشخصيات دي يطرأ عليهم أي تغيير في أي وقت لأنها مجرد تسريبات. ومن الشخصيات اللي اتأكد ظهورهم في شوان فانج هتكون شخصيات زي زيزي، جينشي، شانجلياو وتشانجلي، وبالتأكيد يانج. برضو من التسريبات اللي معانا هو العنصر الجديد للروفر، واللي هو يا هيكون الالكترو يا الفيوجن. طبعا لسه ما تمش التأكيد عن الموضوع ده ولا هيظهر في انهي فيرجن من الفيرجنات الجاية، ولكن ادينا مستنيين تسريب جديد. وطبعا مش محتاج اني اكد عليكم عشان اعرفكم ان دي تسريبات وممكن تتغير في اي وقت. لسه ما نعرفش كورو هتفاجئنا بنيو فيدريشن الاول ولا شوان فانج، فاحنا هنستنى اخر الابديتس واخر الاخبار، واكيد اول ما هعرف حاجه جديده هبلغكم بيها. اخيرا خلصنا. الفيديو ده كان متعب بشكل كبير عشان كميه المعلومات المتوفره والمغلوطه والحاجات اللي اتعدلت، لكن اهو خلصنا فكويس. وخلونا نتكلم شوية عن مستقبل القناة. مستقبل القناة حاليا مش متأكد منه بشكل كبير، ومش عارف هقدر استمر في ان انا اقدم لكم فيديوهات بشكل يعني اسبوعي او شهري، او مش عارف هقدم لكم الفيديوهات بأنهي شكل، ولكن بسبب فكرة قلة الدعم ده اولا، لان انا زي ما قلت لكم انا مش مستفاد حاجة من القناة دي. القناة دي ما هي الا براح نفسي ليا بقدر ان انا اقدم الحاجة اللي انا بحبها. فعشان اقدر ارجع اقدم لكم الفيديوهات بشكل مستمر الاول لازم ان القناة دي تكون دعم ليا بشكل مادي باي شكل، واللي هو انكم تدعموني تشيروا الفيديوهات الى ما هنالك. ده يساعد الناس اكتر تشوفها، ان اليوتيوب يبدأ ان هو يدعمني بالحاجة اللي بيديها لصانع المحتوى، وهكون شاكر ليكم جدا. وفي نفس الوقت بقدم لكم المحتوى اللي انتوا بتحبوه وبتستنوه مني. محتاج مساعدتكم في الظهور ده اكيد، بالذات ان حاجات كتير بتعتمد على شهرتي وشهرة القناة زي الروايات اللي بكتبها والى ما هنالك. فعشان اقدر استمر في تقديم الحاجات دي بجد محتاج دعم منكم كبير جدا، وانتوا عيلتي فما بخبيش عليكم. كان معكم لؤي من GFE. دمتم في امان الله. سلام.